دي، لان هي في الاخر برضو ممكن يبقى ده كلام شكل هو الاستماله الدينيه ايضا. انا اقول لحضرتك احنا قبل الاستفتاء بيومين قعدنا نعمل مجموعه انشطه في الجامعه عشان نحافظ على الحياديه في التوجيه حتى مع طلبه الجامعه. فكنا بنجيب من تيارات مختلفه يتكلموا، وكان في من التيار الاسلامي كان معانا استاذ احمد ابو بركه، كان موجود معانا من التيار ممثل عن التيار الاسلامي، ومجموعه من التيارات الليبراليه والتيارات الاخرى. علشان تقدر تعمل الحوار الحيادي لتوجيه الناس بس لمجرد ان هم روحوا الاستفتاء وعبروا عن رايكم. حتى كان الاستفتاء الاجراءات اللي تم بيها الاستفتاء على 11 ماده بس ولا على 10 مواد بس، خدوهم اجمالا. خلاص انت حبستني في اطار معين، مش معقوله تحبسني في الاطار ده ويبقى فيه توجهات في الشارع كمان بتقول انك انت رايح تحمي ماده اتقالت في ندوات زي كده. الندوات كان بيحضرها 1000 طالب و500 طالب في كليه الاقتصاد ده والعلوم كلام السياسيه وفي اتقال في الكليات الثانيه. ندوات يعني ده كان بشكل علني؟ لا، كان بيتقال انه مين اللي كان بيقوله؟ ان بعض الموجودين في التيار الاسلامي. يعني انا هنا مش هقول مش تعرف ممكن قيادات، مش استنتج ايه؟ قيادات يا تعرف استاذ ممكن محسن. استنتج ايه يا استاذ محسن؟ هنا استنتج، وارجوكوا صححوني يمكن انا اتفضل. غلطان. استنتج انه في توزيع ادوار، تيجي القيادات تقول لا والله يا جماعه عيب ما يصحش، ولكن يجي المستويات الادنى اللي متصله بالشارع بشكل بتاع تعمل اللي هي عايزاه، وكل واحد يحصل، المهم انه يحصل التاثير.